خلاص بنسبة 95% ناصر ماهر رايح بيراميدز. تخيل في الوقت اللي ناس من جمهور الزمالك بتسأل واحنا هنعمل صفقات في يناير، الزمالك اصلا بيبيع لعيبة من العناصر الاساسية للفرق المنافسة عشان يقدر يصرف على النادي. انت متخيل احنا الوضع وصل بينا لفين؟ وللاسف لو رجعت الكام فيديو ورا كده هتلاقيني بقول لك ان دي الحلول الوحيدة. انت للاسف وصلت لمرحلة ان انت بقيت محتاج تبيع لعيبة من العناصر الاساسية عشان تقدر تمشي المركب، لانك لو ما بعتش ناصر ماهر، ما بعتش حسام عبد المجيد، ما استغنتش عن فتوح او بنتايج واحد منهم، كلهم هيمشوا. وصلت لمرحله نص العمى ولا العمى كله، اخسر واحد ولا اتنين ولا اخسر الفرقه كلها. عارف ان انت متضايق، والله انا عارف، وانا كمان متضايق وما احبش ان ده يحصل، بس ده الواقع اللي احنا بقينا عايشين فيه. للاسف نادي الزمالك بيمر بمرحله ما مرش بيها في العشريه السوداء اللي كنا دايما بنقعد نقول دي اسوأ فتره للزمالك ومش هترجع تاني. للاسف احنا دلوقتي عايشين في فتره اوحش منها. وعشان مش عايزك تكون عايش في دنيا غير الدنيا اللي احنا عايشين فيها، عايز اقول لك ان ناصر ماهر مش اللاعب الوحيد اللي هيتم الاستغناء عنه الفتره ديت عشان المركب تمشي، لا في لعيبه تانية كمان هتمشي. وعلى فكره انا ما عنديش معلومه، انا بتوقع وبقول لك ان ده اللي هيحصل. فبقى هنا المعضله بالنسبه لي، انا مش عايز ناصر ماهر يمشي وفلوسه تروح وسط الديون وخلصنا. انا عايز اعرف بقى اللعيبه اللي هتمشي دي حضرتك تطلع كده في بيان رسمي تقول لي والله احنا بعنا فلان، بعنا ناصر ماهر، فلوسه اتدفع بيها كذا، فلوسه غطت مشكله كذا. لكن ان الفلوس تتاخد وتتهرس كده وسط الدنيا كده واحنا مش عارفين الفلوس راحت فين ولا اتصرفت فين، طب انا استفدت ايه ببيع اللاعب؟ غير مسموح. ولازم هتطلع للجمهور تقول انا بعت وعملت، انا بعت وحليت مشكله كذا، انا بعت خدت 2 مليون دولار، 60 مليون جنيه ولا 70 مليون جنيه، وفكيت ازمه كذا، سددت ديون كذا. هنبقى محتاجين توضيح على كل حاجه، لان الفتره دي احنا في خلال السنه ولا السنتين لو ما طلعناش من المشكله اللي احنا فيها، احنا كده هنكون بننهي على نادي الزمالك بايدين ناس ممكن تكون مش قد المسؤوليه من اللي هي بتعمله ده.